هو فيديو عامه لو عدته 100 مره هيفضل الناس بتتفرج عليه كتير، لان هو كان سؤال فلسفي، دماغ البنات فيها ايه، او البنات بيفكروا في ايه. ده انت دخلت في حته غلط خالص. بالظبط. لقيت لها اجابه طيب في الفيديو الاخر؟ لا، هو في الاخر خلص بسؤال تمام، اللي هو يا جماعه هو في ايه مش الفيديو هتلاقي ده. لها اجابه اصلا. بالظبط، كان دقيقه واحده، ومن كتر ما انا كنت ساعتها هاوي حتى مش بعرف انزل فيديوهات، انا نزلت الفيديو ده بعد ما عدى يوم، اكتشفت ان أنا منزله من غير تايتل، من غير اسم، الناس بتتفرج على في واحد قدام الكاميرا بيتفرج. طب ايه اللي جاب لك الفكره؟ البنات معاك في الجامعه؟ معاناتي. معاناه. معاناتي في الحياه، مش فاهم السؤال، فقلت هطرحه يمكن 3 4 يتفرجوا عليه، بس ارقامه كانت حلوه يعني، ان انا اول فيديو يعدي مليون، ده ساعتها المليون ده رقم برضه. كان رقم. اه ايه اللي خلاك تحس بالمعاناه دي؟ انت بادئ الموضوع بدري. بدري بادئ ايه؟ الموضوع بدري المعاناه يعني، مع على البنات مع بدري. البنات يعني. عارفه انا كنت في مدرسه ما كانش معايا بنت في الفصل لحد اولى ثانوي. ايه ده، اه ولاد والله بس؟ طب ما انت ده انت ما يعني ما احتكتش بالبنات خالص، ما لا عندك بقى معاناه تانية مع ثانوي بقى الحمد لله، ربنا فتحها علينا من اول تانية ايوه. ثانوي اللي بقى بعد كده، فمن هنا الموضوع بدأ يعني. فعدي دايما السؤال ده، لان احنا كاولاد مش قادرين المعامله تفهموا بتبقى، لا معامله ما بيننا بقول لك كان مع ولاد دايما في الفصل والكلام ده كله، فالدنيا تبقى سهله، كلمه رايحه كلمه جايه كلمه مفهومه تمام، انما ادركت ان في لغه مش بالكلام. في ايه بالظبط؟ في حاجات كتيره ما كنتش زي. فاهمها يعني، على حسب التون الصوت، الكلمه اللي بتتقال ممكن تتفهم ب 100 معنى، ممكن ليها 100 معنى، على حسب البصه، على حسب وانت بتقول الكلمه بالراحه بتقف على حرف، حاجات كتيره جدا.